السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم ياسر حمد الله من قناة تي في. النهاردة معنا قناة عودة على النيل سات. القناة تعمل بتقنية ال HD، يعني لازم الرسيفر بتاعك يدعم تقنية ال HD ويدعم إضافة ترددات ال HD عشان تقدر تنزل القناة بدون أي مشاكل. القناة على النيل سات وعلى التردد الخاص به. عشان تعرف طريقة تنزيل القناة وإضافة التردد تابع معنا الشرح حتى النهاية، وما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك، ولو انت مش مشترك في القناة دعمنا بالاشتراك في القناة. ويلا بينا نبدأ على بركة الله تنزيل القناة. من الريموت كنترول هتضغط زر القائمة الرئيسية منيو، وتقلب يمين وشمال في القائمة لحد ما تجيب أمر التركيب أو أمر البرمجة على حسب السوفت الخاص بالرسيفر بتاعك. انت ممكن تلاقي عندك مكتوب التركيب أو التكوين، عادي مفيش أي مشاكل. أنا عندي موجود البرمجة. هتضغط أوكي على أمر البرمجة أو أمر التركيب وتضغط أوكي. تكتب الرقم السري من قائمة التركيب أو قائمة البرمجة، هتنزل على حاجة اسمها قائمة الترددات بالشكل ده وتضغط أوكي. أول ما تخش على قائمة الترددات هتلاقيها معاك بالشكل ده، اسم القمر من فوق نايل سات، ومن تحت الترددات الخاصة بالقمر. من تحت خالص في القائمة هتلاقي 4 أوامر: إضافة، تعديل، حذف، بحث. دي الأوامر اللي أنت هتشتغل عليها عشان تعمل إضافة للتردد وتعمل تنزيل للقناة. أول حاجة هتضغط على أمر الإضافة، هتظهر معاك قائمة إضافة التردد بالشكل دي. القائمة دي مكتوب فيها اسم القمر نايل سات، تحت رقم التردد 155 التردد. نكتب مع بعض التردد وهو 12646. نكتب مع بعض التردد 12646. تضغط أوكي. تنزل على معدل الترميز تخليه 27500 وتضغط أوكي. تنزل على القطبية تخليها حرف ال H يعني أفقي وتضغط أوكي. كده تمام، احنا عملنا إضافة للتردد. تضغط أوكي تاني على التردد، هتظهر معاك علامة صح بالشكل ده. أول ما تظهر علامة الصح تضغط على زر البحث اللون الأزرق. أول ما تضغط على زر البحث هيقول لك جاري حفظ البيانات، وهتظهر معاك قائمة البحث. من القائمة دي هتنزل على بحث الشبكة تخليه مغلق عشان ما يعملش بحث في جميع الترددات وياخد معاك وقت. وتنزل على نوع القناة تخليه مجاني عشان ما ينزلكش القنوات المشفرة الموجودة في التردد وتضغط أوكي. بكده يبدأ معاك الرسيفر يعمل عملية بحث عن جميع القنوات الموجودة على التردد. هيخلص الرسيفر بحث هيقول لك حفظ نتيجة البحث، هتنزل على كلمة نعم وتضغط أوكي. كده تمام، احنا عملنا إضافة للتردد وعملنا تنزيل لجميع القنوات الموجودة على التردد. نطلع من القائمة ونشوف مع بعض القناة نزلت ولا لا. قناة عودة تي في، هذه القناة نزلت بدون أي مشاكل. قناة عودة تي في، القناة تعمل بتقنية ال HD، يعني لازم الرسيفر بتاعك يدعم تقنية ال HD ويدعم إضافة ترددات ال HD عشان تقدر تنزل القناة بدون أي مشاكل. القناة موجودة على النايل سات على التردد الخاص بها وهو 12646 على 27500 حرف ال H أو أفقي. القناة زي ما قلنا تعمل بتقنية ال HD. وبكده يكون موضوع النهارده خلص وشرح النهارده خلص. انتظرونا بكل حصر وجديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.